الفيديو ده لكل شاب بيحاول يطور من نفسه ويوصل لحاجة في حياته. الحقيقة أنا نفسي أفهم لحد إمتى؟ لحد إمتى هتفضل تسمع نصايح من واحد لابس بيجامة وقاعد في البيت كل يوم يطلع يكسر في مقاديفك وبس؟ لحد إمتى؟ المفروض تسمع نصايح من واحد بيشجعك تتحرك وإنت شايفه بيتحرك، من واحد بيكلمك عن خبرة، من واحد نفسك تنهج نهجه أو تكون في مكانه، مش أي واحد كده تضيع وقتك معاه والسلام. واحد عاوز توصل لجزء من اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقه إنه يوصل ليه، علميا، أخلاقيا، دينيا، نفسيا، وفي كل مجال تاني. وده لأن المصداقية مهمة جدا. المصداقية، هل الشخص ده بينفذ اللي هو بيردده ولا لأ؟ بيعمل حاجة من اللي بيقول عليها ولا مجرد كلام بيتردد في السلام؟ هل الكلام ده عن خبرة ولا أي كلام بيتردد برضه والسلام؟ هل هو وصل لحاجة أنا عاوز أوصل لها فعلشان كده متابعه وبتعلم منه، ولا أي كلام والسلام؟ هل أنا بضيع وقتي ولا فعلا مستفيد؟ هل أنا بكافئه بالمتابعة ولا بكافئ نفسي إن أنا تابعت حد فعلا وصل لحاجة وبتعلم منه؟ المنظور بيختلف. هتفضل دايما نصيحة من طفل بيبيع فاكهة في الشارع أفضل مليون مرة من واحد لابس بيجامة وقاعد في البيت. ده حتى المثل بيقول اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب. فهل فعلا اللي انت متابعه ده جرب ولا بيردد لك اي كلام علشان يطلع من وراك باي مصلحة والسلام؟ فانت في ده السلعة ولازم تاخد بالك. الا لو كان حلمك انت كمان تلبس بيجامة وتقعد في البيت تكرر في نصائح ما تعبتش فيها ولا تعرف عنها اي حاجة. لازم تاخد بالك كويس، لان لو اللي انت بتتابعه ده غير مستقر نفسيا او عنده مشكلة عايش بيها دور الضحية، فبعد شوية هتلاقي اللاوعي عايشك نفس حياته. بعد شوية هتلاقي أفكاره هي نفس أفكارك. فلازم تاخد بالك، لأن الموضوع ده مش لعبة. شوف انت متابع مين وبتسمع لمين، علشان اللي انت بتعمله دلوقتي هو ده الصورة اللي هتكون عليها في المستقبل. سلام.